قصة حب على منصة التيك توك أثمرت عن زواج بطلها مؤثران وصانعا محتوى، والتيك توك جمعهما. نتكلم عن ميكس وضحى من الأردن إلى تونس. هذا الثنائي جمعتهما منصة التواصل وسكاي نيوز عربية، وثقت لحظات الفرح وقصة الحب. نتابع التفاصيل عن ثنائي تيك توك في هذا التقرير. عسلامة، اسمي ضحى العريبي، عمري 24 سنة، مشهورة على تيك توك وما زلت كي بديت على الانستغرام. أنا اسمي محمد نور، يعني الملقب ميكس، يعني ميكس طلعت بالسوشيال ميديا، وفي أكثر الناس ما بيعرفوا اسمي الحقيقي، يعني هاي بجوز المقابلة الثانية قلت اسمي الصح. خطيبي عشان افهمك بلغتك ماي اكس فريند. الهدف اللي حابين نوصلوا له انه مواقع التواصل الاجتماعي نجموا يوصلوا منهم قصه حب كبيره، كيما توفى بزواج، كيما توفى بحاجات محليهم كيما هكا، انه نجموا نقربوا شعوب بينات بعضهم، نجم ناخذ اردني، نجم ناخذ من اي بلاصه اخرى، ما فماش مشكله انه هو اردني ولا انا تونسيه. حببنا البلدان ببعضهم، ولا يحكي تونسي. أشرف باش تونسي؟ أحكي تونسي. يا ريت. يحكي جدود هاي علموني اياها تونسي. يعني نحبك برشا. كنت أضل أقول لها يعني نحبك برشا يا عمو زينك صار ايش؟ مواقع التواصل الاجتماعي كانت بالنسبه لي انا تجربه باهيه برشا، ما كانت ليش فيها حاجات مضره، كانت لي حاجه باهيه، كانت في خدمتي حاجه باهيه، وفي حياتي العاطفيه وحياتي المستقبليه نشوف فيها حاجه مزيانه على الاخر. معناتها فما ناس لمواقع التواصل الاجتماعي كخدمه، انا لا، كعاطفه وكخدمه وكل شيء مشيت لي للاحسن، معناها ماشيه وتتحسن احسن واحسن. علاقتي انا وميكس هي بدات عاديه على الاخر، لكن الحاجه انه تصرفه هو عادي كاردني، هو بث لشباب الاردن يتصرف كاي اردني، وانا نتصرف كاي تونسيه. كي نحلوا لايف الهبله نتاعي انا بنيه تونسيه، الغيره نتاعنا برشا، نقول له برشا. توا الاردن كل ديما تقول ولات تقول برشا. احنا في تونس ولينا نحكيو باللهجه الاردنيه، حسينا قربنا احنا شعوب لبعضهم. حتى كي مشيت للاردن حسيت روحي كاني هبطت لتونس، نحسهم ولاو زوز بلاد مع بعضهم. انا ناس حبت ضحى وحبوني كثير، حبوها الشعب الأردني، لهجتها، البنت كثير طيوب كويسة مربية. لما قررت إني أسافر على تونس كنت مستصعب أبوها، كنت خايف إنه يفشلني، فطلع أبوها أحسن من ضحى بكثير، واستقبلني أحلى استقبال، وأنا استقبلتها بالأردن أحلى استقبال، والشعب الأردني كثير حبها والله. وحتى في ناس متابعيني أقسم بالله إجوا من إربد للمطار بعيد 4 ساعات، كانت المتابعين يجوا عشان يجوا على المطار يسلموا على ضحى ويتصوروا معها ويستقبلوها ويجيبوا معهم هدايا، هذه لدرجه انهم كثير بيحبوها، والفيديوهات موجوده على السوشيال ميديا. العلاقة متاعنا تطورت أكثر وأكثر من بعد العرس بطبيعة، وحبينا نوصلوا إنه أنا حبيت نوصل التقاليد، وإحنا عندنا لبساتنا في تونس اللي إحنا هما في الأردن عندهم نهار واحد يعملوا فيه العرس وكل شيء، إحنا عندنا لوطية، عندنا الحنة، عندنا كتبان الصداق، وأكثر لبسة نلبسوا ياسر لبستنا إحنا. أنا قبسية نلبس اللبسة القبسية، لبست اللبسة المهدوية، خاطر أنا اليوم ما نمثلش قبسة كهو، نمثل تونس الكل في العالم. حاولت نلبس اللبسة المهدوية، اللبسة القبسية، الحامية، لبست أكثر وأكثر، ووريت أكثر التقاليد بتاعنا التونسية. هم كانوا عاملين استقبال كثير حلو، لقيت متابعين كثير من تونس بيستنوا فيا، أنا ما كنت متوقع، استقبلوني من أحلى الاستقبال. وإجا خالي الكبير معي، وجت أمي وأختي الكبيرة وأختي الصغيرة، وبعدين صاروا يلحقوني اللي هم مين؟ عبسي، أصحابي الكبار، الداعمين الكبار اللي هم حابين الخير إلي كثير، هم وقفوا معي ورحنا طلبناها، والحمد لله كل شيء تم على خير، والبنت اخذتها. من تجربتي ومن علاقتي انا وميكس نفرح كي نشوف زوز ولا بيحبوا بعضهم على لايف، خاطر انا الاحساس اللي نحس فيه باهي برشا ومحلاه، ونحب الناس اللي تولي تحسوا كيفي وتعيش نفس الفرحه اللي عشتها انا، وتفرح لهم الناس. وكشي راهو محلاها انك كي ناس تهبط لك فيديوهاتك وتقرا كومنتات العباد محلاهم ربي يهنيهم. انا اليوم كي نخرج للشارع تعرضني مراه كبيره 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 كما نقول لك في العمر 60 70 سنه، تقول لي نسهر في لايفواتك انت وميكس، نسهر للصباح محليكم
لهم ربي يهنيكم. معناها عينيك الدم على حاجات كيما هكا. يعني انا اسمي ميكس بالسوشيال ميديا، بطلوا ينادوني ميكس. ليش؟ من ورا ضحى شو كانت تناديني؟ ميكسا. يعني الالف هذا لازم يكون موجود بالشو اسمه. هذا الشيء اللي خلى الشعبين يحبوا بعض، اللهجه والشو اسمه والاحترام والتقدير. وكنا يعني كل لايف نذكر الشعبين بالخير. الحمد لله رب العالمين. مواقع التواصل الاجتماعي هي قرية صغيرة خلت الشعوب الكل يتقابلوا في الانستغرام والتيك توك ويحبوا تقاليد بعضهم. قبلنا كل شيء، حبينا هذا الكل تغرز في نيتنا من الحب. نحب نوصل اللي راهو مواقع التواصل الاجتماعي ما تكون كان حاجة مزيانة، حاجة باهية على تجربتي أنا. فرحانة برشا وفخورة باللي قاعد يصير برشا.